فراولاتي، بسم الله والصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم ابويا رب العالمين. زي ما انتم شايفين ورايا بفرش الاوضه او فرشت الاوضه بتاعت الدريسنج. هنشوف دلوقتي هنفرش مع بعض، بس حبيت افرحكم معايا بشاير العيد. انا مبسوطه جدا اولا بالهديه الحلوه الغاليه القيمه قوي دي. انا من حوالي اسبوع او اكتر اشتريت شوز واشتريت شنطه من البيج اللي هي هوريها لك حاضر ثواني على الانستجرام، و يعني وريت لكم ان حاجات انا جايباها وكده وعجبتني جدا ومبسوطه ان انا يعني اشتريتهم. وكان تعاملي مع البيج دي كان اول مره ان انا اتعامل معاهم، فاخدت الحاجه خلاص والموضوع انتهى. فبعد كده لقيت صاحب البيج انا كنت منزله له ستوري على الانستجرام وعلى الفيسبوك، فلقيت صاحب البيج. بالمناسبه انا هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعه، لينك البيج دي تحت في اول كومنت مثبت. فلقيته دخل لقيته بيشكرني جدا على الناس اللي دخلت له، وان هو ما كانش متوقع وان دي حاجه انا عملتها من نفسي. فيعني كان بيشكرني وانا كنت مبسوطه جدا جدا بالكلام صراحه اللي قاله. وقلت له ده رزقك، يعني ده رزقك، انا ما عملتش حاجه، دي حاجه عجبتني وبوريها للناس فده رزقك. لقيته باعت لي سكرين شوت ان في حد بيكلمه بيقول له ان انا يعني اختار، خلي زيزي تختار اي حاجه من البيج عندك وانا هرسل لك الفلوس بتاعتها. فبيقول لي انا مش عارف ده ايه ده يعني بصراحه، ومش عارف ده حقيقي. فانا قلت له بصراحه انا مش عارفه. فقلت له اقول لك خليها طيب تتواصل معايا. لان طبعا عنده الحاجات برقم، وعنده شنط براندات، وعنده مش عارف ايه يعني، والشوزات اقل حاجه 1000 وي، فاللي هو ما مش هنهزر يعني. فالمهم على طول فقال لي طب خلاص انا هبعت لها وهقول لك ان انا بعت لها. لسه بيقول لي انا بعت لها، لقيت حد بيبعت لي على الانستجرام على طول يعني بيتواصل معايا. فرديت عليها. هي بالمناسبه اسمها انفال من الكويت. انا بشكرها جدا 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 جدا. انا كنتش متوقعه، لسه برد عليها، لقيتها بتتصل بيا لسه برد عليها، لقيتها يا زيزي انا بحبك يا زيزي بجد. سكر سكر سكر، مش قادره اقول لكم. انا اتخضيت وبقيت انا اللي جالي عماله اضحك من اللي هي عماله بتقوله، بجد سكر خالص. وبالمناسبه هي موصياني ان احنا كلنا ندعي لاختها الست ام يوسف تقوم بالسلامه ان شاء الله، ويهون عليها حملها ويتم لها على خير، وتنجب كده صبي او صبيه ان شاء الله بكل عافيه وبكل خير يا رب العالمين، طفل عافي متعافي باذن الله، وتقوم هي كمان بالسلامه. قالت لي انا عايزاكي تختاري حاجه ودي هديه مني ليكي، وكنت عايزاكي تختاري حاجه من البيج بتاعت الميك اب، بس اول ما لقيتك جايبه من البيج دي وعاجبك قوي الحاجه فانا قررت ان انا ابعت لك حاجه. فالمهم بصوا بقى بشاير العيد بقى والفرحه. هي بعتت لي هديه، واستاذ شريف صاحب البيج كمان بعت لي هديه، وكمان مصاريف الشحن كانت عليه، وكمان حاجات كتير قوي، وكله كان عمال بيعلي على كله عليا. فخلينا نشوف اول حاجه، الشنطه الفيرزاتشي شنطه فيرزاتشي اوريجينال يا بنات، دي من انفال. فانا يعني انا مش عارفه اقول لها ايه بصراحه، وانا بشكرها جدا. ودي اول شنطه فيرزاتشي تكون عندي اوريجينال، جايه لي بالمنظر ده، معاها كمان الكفر بتاعها بسحابه زي ما انتم شايفين، ومكتوب عليها اسم البراند. نيجي بقى نخش للزغلول الكبير. طبعا الحاجه متغلفه كويس جدا. يا خبر ابيض على جمالها وكيوتها، شنطه فيرزاتشي بجد. انا مبسوطه جدا. انا فاكره في مره جبت دريس فيرزاتشي وما كانش اوريجينال، كان ميرور. وحد ساعتها في الكومنتات، والله انا عمري ما انسى يعني اي حاجه كانت بتحصل في حياتي، انا حقيقي مش هعرف انساها. فلقيتها بتقول لي دي مش اصليه. النهارده انا بقى عندي شنطه فيرزاتشي اصليه، يعني بقى عندي كمان البراند نفسه اوريجينال. انا عايزه بس اوريكم، بصوا طبعا ادي الورق بتاعها او الكارت اللي متعلق فيها، ادي الشنطه
الشنطه الجنزير بتاعها تخين جدا، وده شكلها بجد، شكلها تحفه تحفه وصغننه وكيوت. بصوا التغليف، اللوجو بتاعها بصوا متمسمر، مش محطوط كده اي كلام. الشنطه من جوه ده فيها حاجات، فيها الكارت بتاعها. الشنطه من جوه بجد تحفه، فيها جيب اهو، ومساحتها حلوه جدا على فكره الشنطه، يعني برغم ان هي صغيره بس مساحتها بجد تحفه. كمان انا اخترت، هو عنده الشوزات كلها ميرور اوريجينال، فانا اخترت الشوز دوت. عجبني جدا الشوز ده، عجبني خالص. بصوا شكله عامل ازاي، هو البراند بتاع جولدن، ولكن ده الميرور يا بنات، شكله تحفه. عايزه اقول لكم ان هو الشوز روبوت وربوت، وبصوا الشوز مجنون، الشوز مجنون. انا اخترته عشان اللون بتاعه ويليه كمان مع الشنطه، عشان لو حبيت البس الشنطه كاجوال يعني. الشوز بجد تحفه تحفه، وخامته تحفه تحفه، مجنون، لا حقيقي مجنون. تفاصيله يا جماعه، تفاصيله. عايزه اقول لكم ان الكوتش في الرجل تحفه. نيجي بعد كده كمان، انا اخترت من البراند بتاع جيز البوك دوت. طبعا بيجيلك بالشنطه بتاعته، وادي العلبه، وادي العلبه بتاعته اهي، بتيجي كمان من جوه متغلفه. دي برضو ميرور اوريجينال، ادي البوك متغلف بالمنظر ده. انا عجبني اللون الاحمر جدا، تتفتح بالمنظر ده وبتكون محفظه. عجبني قوي كل حاجه فيها التفاصيل بتاعتها. بصوا ده من جوه شكلها، بيجي من جوه في جيب بكبسونه بالمنظر ده اهو، والجيب حلو قوي تمام. وبيجي من هنا تحطي بقى الفلوس بتاعتك من هنا، حلوه قوي. ايه ده مش عارفه، ماشي. وكمان هنا لو عايزه تحطي الكريدت بتاعك. اللي عايزه اقول لكم ان المحفظه من جوه متبطنه، تحفه 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 التحف. ودي كمان حاجه، ده شوز بس انا مش يعني مش حابه اعرضه، بس هو شوز من الكسندر ميكان او ميكانو زي ما بيتقال، عشان ده مش ليا، فانا مش حابه ان انا اعرضه يعني، ولكن يعني عنده منه الرجالي وعنده منه الحريمي، فحبيت برضو اقول لكم الهديه بتاعت البيج. يعني يا استاذ شريف والله العظيم انت صارف ومكلف بجد، يعني صارف ومكلف. شنطه فيرزاتشي حقيقي، انت فاجئتني يعني، دي يعني غاليه بجد والله غاليه، فانا بشكرك جدا. الشنطه بتيجي يعني، وبشكرك كمان على اختيارك للشنطه والالوان. بتيجي من بره في جيب كبير بكبسونه، وبتيجي من قدام تتفتح كده بكبسونه برضو، وفيها ادي جيب، وادي الجيب التاني الجيب اللي في النص بسوسته ليها ماسك كبير كده، وجواها جيب بسوسته. وادي كمان الجيب اللي بعد كده او الرابع تقريبا، وادي الدراع بتاعها تحفه، دراع جلد. شنطه بامانه الله عظمه عظمه، يعني انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. انا يعني حقيقي بشكرك جدا على الهديه الحلوه قوي دي، وانا بشكركم كلكم على انكم يعني دايما مفرحيني كده والله العظيم. دي كده الهدايا اللي جات لي بمناسبه العيد وفرحه العيد وبشاير العيد. كل سنه وانتم طيبين، ويلا بقى نفرش. انا مش قادره اقول لكم انا قد ايه فعلا مبسوطه بالهديه اللي جات لي دي. عارفين انتوا الحاجات اللي هي تبقى مش على بالك ولا على خاطرك ولا اي حاجه. انا والله العظيم لما دخلت البيج دي على الانستجرام
انا توهمت بالشنط، وقد ايه اني عنده شنط براند يعني بس غاليه قوي، يعني شنطه تبقى معديه 3000 جنيه غاليه برضو، انتوا فاهمين. فانا بيني وبينكم ممكن اجيب حاجه ميرور، يعني هتبقى اقل شويه سيكه، نفس بالظبط هي ما تعرفيش يعني ان انت تطلعي فرق، بس معروف ان دي ميرور اوريجينال، اللي هو عادي في البسيط برضو. لكن شفت كده البراندات، يا ايه ده الجمال ده، بس عادي برضو كان الموضوع بالنسبة لي، يعني قلت خلاص ما شاء الله حلوين. وانا مش من نوع على فكرة يا بنات اللي هو ايه اما اشوف حاجه اقول يا لو هي تبقى عندي، يا انا مش من النوع ده خالص. انا لما بشوف حاجه حلوه اقول ما شاء الله جميله قوي، بسم الله ما شاء الله كده. ممكن احط هدف ان هي تبقى عندي في يوم من الايام بس عفوا، بس اللي هو ايه، ما حياتي ما تقفش عليها، يعني اللي هو عادي لو لقيتها بقى عند حد اقول الله يبارك لها فيها، ربنا يزيدها ويزيدني. ما لا اتمنى زوال الحاجه دي من الشخص، ولا اقول لي اشمعنى هو يبقى عنده وانا ما عنديش النقطه دي تماما. يعني ما عنديش حته الغيره ولا الحقد ولا الكلام العبيط ده، ما اعرفش، الحمد لله رب العالمين طبعا. يعني اللهم عافينا برضه، لان ده بقى خلي بالكم مرض، يعني الناس اللي بتبقى كده دي بتكون مريضه يعني. فبالنسبه لي عادي، فاهمين. لقيت فجأة والله العظيم بعد الستوري ما نزل، يعني بعد الستوري ما نزل، هنا كنت بكلم واحدة عشان كانت بتاخد درس، فالميس قاعدة بتقول لها يعني جمل وكده، فانا بقول لها ركزي في الحاجات دي علشان انا عايزاكي ما تيجي تتكلمي الجمل دي تقوليها لي. فكنت بقول لها كده يعني، فقاعدة كمان كانت قاعدة بتذاكر معاهم وانا قاعدة بفرش عادي يعني. المهم فبعد الستوري والله العظيم يا بنات، بعد ما الستوري نزل لقيت استاذ شريف داخل. انا مش عارف اقول لك ايه، انا الناس اللي دخل لي ناس كتير جدا، ويعني مش مثلا اكونتات فيك، لا ده ناس بتسال وناس عايزه تعرف الاسعار وناس بتشتري، وانا يعني انا مش عارف ايه ده بجد. انت يعني الواحد مش عارف يقول لك ايه ولا يعمل لك ايه. قلت له ولا اي حاجه، انا ما عملتش حاجه، دي حاجه عجبتني وانا عرضتها للناس، واي حد بيحب الحاجه الحلوه فالله يبارك لك. عايزه اقول لكم كمان ان انا يعني الراجل ده فعلا عنده ضمير باحت، وانا بحييه عليه، وانا بتمنى ان يا رب يديم العمر كله كده، تبقى تفضل كده زي ما انت. المحفظه اللي انا جايباها دي اللي انا وريتها لكم، عايزه اقول لكم ان هو قال لي احنا اغلب اللي في شغلانتنا بيطلعوا المحفظه الجيس دي على اساس ان هي اوريجينال، بس انا بما يرضي اللي انا بقولك ان دي ميرور اوريجينال مش اوريجينال، عشان حرام انا بيني وبينك ربنا. فعارفين انا يعني من مصداقيته، انت اي حاجه انت تبعتها، اي حاجه تقول عليها انا مش هتكلم معاك فيها. انا بالمناسبه بس عشان ما حدش يقول لي كل ده انت اخترتيه يا زيزي، لا طبعا. الشنطه انفال هي اللي يعني جابتها لي هديه وهي اللي دفعت ثمنها، اما الشنطه الثانيه الفيرزاتشي الثانيه دي هديه من البيج، والشوز الكوتش اللي هو بتاع الجولدن ده انا دافعه فلوسه، انا اللي جايباه من معايا، واللي هي البراند بتاع الكسندر، لو انا بقولها صح الكسندر ميكانو او ميكان، ده برضو انا اللي دافعه فلوسه، عشان بس انا يعني ما حدش يفتكر ان كل الحاجات دي هديه، لا انا برضو بقول اللي ليا واللي عليا، انتوا عارفين طبعي. بس بعد فقلت له يعني ساعتها قلت له ايه ربنا يبارك لك وبتاع، وخلاص الموضوع انتهى. ما فيش شويه لقيته بيقول لي بعت لي سكرينات بقى. انا اتخضيت، انا افتكرت حد مثلا قال له حاجه ضايقته ولا حاجه، فلقيته بيقول لي هو ده ايه ده بقى، يعني ده بجد حقه حقيقي، يعني هو ده بيحصل معاكي ولا هو ده ايه؟ فقلت له في ايه؟ فراح قال لي في حد تواصل معايا وشوف السكرينات وكده، وحد تواصل معايا بيقول لي ان انت تختاري كل حاجه وتختاري اي حاجه وهي هتحاسب وكده.
فقلت له طب خلاص زي ما قلت لكم بقى وكده. والمهم فعلا تواصلت معايا واتصلت بيا على الانستجرام وكلمتها، وبجد فرحتها اصلا وهي بتكلمني يعني تخطف القلب. فالمهم فقلت له خلاص اوكي دون. المهم اخترنا، وريت لها الحاجه اللي انا اخترتها اللي هي الشنطه، عجبتها جدا وقالت لي تحفه يا زيزي وذوقك حلو قوي. وخلاص على كده رد عليا بجمله واحده انا مش هنساها، الجمله دي متهيالي في حياتي. قال لي بصي انت عملتي خير، انت ما تعلميش عنه حاجه، وعملتي حاجه كده منك لنفسك عشان انت نيتك طيبه ونيتك خير، فربنا رضاكي وردها لك في وقتها، مش تاني يوم، ده في وقتها اتردت لك. انا مش عارف اقول لك ايه الصراحه، بس انت فعلا عملتي خير وربنا رضهولك. انا الجمله دي انا فعلا انا عمري ما هنساها في حياتي. فيا جماعه الخير لما تعملوه او لما تعملي حاجه حلوه اوعي تعمليها بتكون يعني مثلا وانت حاطه في دماغك اي حاجه في الدنيا. يعني انا لما عملت الريفيو للراجل ده ما عملتش ريفيو عشان الراجل ده يبعت لي جيفت، ولا عملت ريفيو عشان انا مثلا ضامنه ان انا يعني هشتري منه حاجات تانية كتير، لان هو عنده حاجات كتير قوي وحاجات حلوه قوي وحاجات غاليه قوي. فيعني قلت لا، ما ههدى على نفسي، اكيد مش هشتري، بس ممكن فيما بعد اشتري. يعني انا في البيدجات الحلوه انا بحب يعني ابقى متابعاهم، علشان ممكن مثلا اخد سكرين شوت لحاجه عجبتني، وممكن السكرين شوت ده يبقى عندي شهور ويكاد ان يكون يعدي سنه واتنين، ولما الوقت يسمح اطلبها. فالواحد ما كانش في دماغه اي حاجه. فبصوا بقى يعني لما ما يبقاش في دماغك اي حاجه، ربنا بيرضيك ازاي. المهم طبعا الجيفت جالي، انا كنت مبسوطه جدا بصراحه. فيعني اللهم لك الحمد ولك الشكر، يعني هذا من فضل ربي. ويعني وعارفين اللي هو فعلا ربنا لما بيحب عبد بيحبب فيه كل خلقه والله العظيم. وده يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس ده كتير عليا قوي يا جماعه والله. حبكم ده لوحده كنز، وده لوحده يعني نعمة عظيمة 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 والله العظيم. انتوا يعني مش متخيلين انتوا ايه بالنسبة لي. انتوا الكلمة اللي بتكتبوا لي في الكومنت ولا اللايك اللي بتعملوه لي، انتوا مش متخيلين، ده بيهزني والله العظيم، بيهزني وبيفرحني قد ايه. ولما فرحتكم بعيالي وان انتوا حضرتوا يعني سن عيالي كله، وان انتوا شايفين عيالي بيكبروا، يعني انا بحس ان هم عيالكم انتوا. فانا بحبكم جدا وانا بشكركم جدا، وكل سنه وكلكم طيبين وبخير يا رب العالمين. يعني مش عارفه اقول ايه تاني، مش عايزه ابقى متاثره والله، بس فعلا انا مبسوطه جدا. طبعا الفيديو الجاي ان شاء الله بقى نكون فرشنا البيت كله. يلا كل سنه وانتم طيبين.